يا مساء الرضا ومساء السعادة ومساء البركة من عند ربنا. حبايب قلبي وفنزاتي ومتابعيني اللي ربنا يخليهم لي يا رب ويخليني ليكم. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. هنبدأ فيديو جديد وروتين جديد من غرفة الأطفال، تنظيف كده وتشجيع ليوم الخميس بكرة الجمعة بإذن الله. ربنا يجعلها جمعة مباركة علينا جميعا اللهم أمين، وربنا يجعلها فتحة خير على الجميع اللهم امين. اجازة سعيدة على الجميع. وقلت اما اشجعكم كده، اللي لسه مخلصت ترتيب البيت النهارده وعمل الترتيبات اللي وراها النهارده. يوم الجمعة بالنسبة لي يا جماعة يوم اقوم انام براحتي واقوم اعمل الغدا، اخد شاور انا والولاد ينزلوا يصلوا، نفتح مسرحية جميلة كده ونقعد وما حدش يكلمني. مش عايزة اقوم من مكاني، انا باخد بريك، هما كمان ياخدوا اجازة وانا ما اخدش اجازة ولا ايه؟ فبخلص كل اللي ورايا يوم الخميس، كل حاجة لازم اخلصها يوم الخميس. فقلت نتنشط كده مع بعضينا، اخوات مع بعضينا واصحاب مع بعضينا، ونرتب اوضه الاطفال كده، عشان حتى الولاد بكره اجازه ما هتعرفيش تعملي منهم اي حاجه. فاي حاجه وراكي قومي خلصيها دلوقتي يا ست الكل. وبما اننا بنتفرج او بنرتب مع بعض اوضه الاطفال، فتعالوا اتكلم معاكم في موضوع مهم جدا. بصراحة الموضوع شغل بالي جدا وحبيت ان انا اتكلم معاكم فيه. وبما اننا بنرتب اوضه الاطفال، فهو الموضوع في الصميم هو عن الاطفال، عن ولادنا، عن الحاجة اللي ربنا طعمنا بيها خير وبركة الحمد لله. كل اللي معاها طفل، الطفل ده مش احنا اللي جبناه كده، ده ربنا اللي رزقنا بيه، ده رزق من عند ربنا. وكل ام لازم تبقى مؤمنة ان زي ما هي ربنا رزقها بالطفل ده، زي ما ربنا ممكن في يوم من الايام ياخد امانته. وده شيء لازم نبقى مؤمنين بيه مادام احنا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى. استوقفني بوست النهاردة من ام بتبكي وبتعيط وبتقول ان هي ام لطفلين او طفلتين بنوتين، والبنوتين دول توأم. هي بتموت لو اتخبطوا في صباعهم، لو اتخبطوا في راسهم، لو بس واحدة اتشقلبت وقعت. وخصوصا ان هي بتقول ان عندها بنوتة حركتها اسرع من البنوتة التانية، وان هي بتقعد تصرخ وبتعيط وبتنهار وبيغمى عليها من كتر ما هي بس ما بتحبش تشوفهم معيطين، ما بتحبش تشيل مسؤوليتهم لحد، ما بتحبش تسيبهم مع حد، بتخاف حد ياكلهم، بتخاف حد يشيلهم، بتخاف حد يسرح لهم. ممنوع منعا باتا تسيبهم لاي مخلوق خلقه ربنا. ده مش طبيعي يا جماعة، ده مش طبيعي. فين ربنا في كل اللي انت بتقوليه ده؟ فين ربنا في ان انت عارفة وواثقة ومؤمنة بالله سبحانه وتعالى ان ربنا هيحفظهم لي، ان ربنا هيبارك لي فيهم، ان ربنا هيربيهم معايا، ان ربنا هيبارك لي فيهم وفي اخلاقهم وفي تربيتهم وفي نفوسهم وفي كل حاجة فيهم، هو اللي اداهم لي. ده انا مقتنعة 1,000,000%، هو اللي اداهم لي، فهو مش هيقدر يحافظ عليهم؟ لا اله الا الله، سبحانك يا رب. ده سبحان الله، يعني احسن نعمة في الدنيا دول الولاد. ما فيش ام يا جماعة ما بتخافش على اولادها، عشان ما حدش يقولي هو انت ما بتخافيش على اولادك. لا طبعا، ما فيش ام ما بتترعبش على اولادها، ما فيش ام ما بتنهارش على اولادها، ما فيش ام ما بتزعلش لو حد بص لطفلها بعين. ببقى انا مني واحدة لو حد بص لولادي بعين بخزق له عينه الاتنين، بالبلدي كده وبالمعترف الناس اللي بتقوله. يقولك ما تحطش عقلك بعقل العيال، ده انا بحط عقلي بعقل اصغر عيل ممكن يبص لولادي بعين كده. اموت لو حد كلم ولادي، اموت وازعل لو حد كلم ولادي، بس مش لدرجة ان انا اخاف يتخبطوا. بتقول ان هي بترمي بطاطين على الارض في كل مكان عشان لو وقعوا على الارض ما يتخبطوش. لا اله الا الله سبحانه. ده انا اسمع مرة عمي الله يمسيه بالخير قال لي ان سبحان الله ان الطفل طول ما انتي بتسمي عليه وبتستودعيه في امانة ربنا، لو بس الطفل ده وقع كده تعوج كده وقع، سبحان الله بيبقى له ملك بيحميه ويسنده على الارض. لا اله الا الله. فانت خايفة من شغل بالك ومش مأمنة ان ربنا سبحانه وتعالى محافظ لك عليهم، امين لك عليه.
لا إله إلا الله. طب أنا يعني سبحان الله، لو كل أم يا جماعة بتستودع ولادها، يعني الولاد بينزلوا المدرسة، بيخرجوا، بيروحوا وبيجوا، بينزلوا الشارع، أبسط الأمور عند أي أم: اللهم إني استودعتك أطفالي، اللهم احفظهم بحفظك فأنت خير الحافظين، اللهم إن غابت عيني عنهم فعينك لا تغب ولا تنام، اللهم احفظهم فأنت خير الحافظين يا رب العالمين. أبسط الأمور أنا استودعتهم عند ربنا، ومؤمنة من كل قلبي إن ربنا هيرجعهم لي سالمين غانمين. يا رب أكون فدتكم بحاجة، أو أكون قلت حاجة حد كان من جواه قلبه مش مطمن بيها فيطمن، لأن ربنا موجود في الدنيا وربنا بيطمن القلوب. فأؤمنوا بالله سبحانه وتعالى أنه سيحفظنا ويحمينا مهما كانت الأسباب. واشوفكم في فيديو جديد، ويا رب الفيديو يعجبكم، ويا رب ينور رضاكم. وطبعا خلصنا الدولاب وخلاص بقى، ان شاء الله استنوني في فيديو جديد باذن الله. ويا رب يكون جمعة مباركة عليكم بإذن الله، ويوم خميس سعيد علينا جميعا، وأجازة جميلة وسعيدة علينا جميعا. أما تنسونيش في الاشتراك في القناة والتفاعل فيها، ولا تنسوني باللايك والكومنت الحلو، مستنية رأيكم في الكومنتات، ومستنية اشتراكاتكم الجميلة. أشوفكم بخير ودمتم بخير.